طب انا ما كنتش هتكلم في الموضوع ده خالص، لان فعلا الموضوع ده مفيش حالات حصلت عندنا في السوبارو تخليني اتكلم فيه، ولو ان هو موضوع ترند قوي. ولكن احنا ما حدش اتكلم عندنا ان حصل مشكلة في البنزين معاه. ولكن امبارح فوجئت ان حد بيكلمني بيقول لي انا بصراحة مونت من بنزينة، وفوجئت ان العربية بتاعتي بعد شوية قطعت وبعد كده وقفت. يا عم ما حصلش ده عندنا خالص في عربيات. لا، ده حصل من 4 أيام، وأنا كانت عندي المشكلة دي وكنت جاي من طريق سفر. فأول حاجة عرفتها وفهمتها إن هو جاي من طريق سفر. فأنا قلت له أنت مونت من بنزينة على طرق السفر؟ فقال لي ده فعلا حصل. وبعديها بشوية حصل الموضوع ده. طب أنا هشرح كده بصراحة إيه موضوع غش البنزين علشان الموضوع يبقى أنت فاهمه كويس. أولا، طرق غش البنزين بالذات في مصر أشهر طريقتين هما إن أنا أغير أوكتين البنزين، وإن أنا أعمل إن التانك بتاعي نزل فيه مية فزاد نسبة البنزين. وده قليل قوي اللي بيعمله لأسباب كتيرة جدا، لأن الموضوع بيتكشف لو البنزينة دي داخل البلد. فإن أنت يحصل إن عربيتك تعطل، ممكن ترجع للبنزينة وتقول لها ده أنا لسه ممول من عندك وحصل عندي المشكلة دي. الغش ده الأولاني إن أنا يكون عندي في البنزينة بتاعتي نوعين من البنزين، زي البنزين ال 92 والبنزين 95. فأنا بعمل إيه؟ مجرد إن أنا التانك بتاع ال 95 ده يقل، أروح حاطط عليه 92، وكده أنا قللت الأوكتين البنزين بتاعي. والسبب ده بيقطع مع عربيات كتيرة جدا، بالذات العربيات التربو أو العربيات اللي هي بتحتاج بنزين نقي، يعني ان المواصفه بتاعتها من 95 لما فوق. فلما بيحصل انها ينزل لها الاوكتين الاقل ده، وبتعمل مشكله كتيره جدا بتحصل في المواتير. وده اللي حصل في فتره في عربيات زي الاوبل والعربيات اللي هي كانت بتحتاج بنزين نقي جدا، وتسبب هذا الموضوع ان المواتير يحصل فيها مشكله كبيره جدا. طيب نيجي بقى لو انا البنزينه دي فيها 80 و92 95، فالراجل عنده اوبشن ان هو ياخد من ال 80 ده ويزود على البنزين ال 95. فبتكون النتيجه والاسوأ في الموضوع ان هو يدي لك بنزين الاوكتين بتاعه اتغير بطريقه كبيره جدا. يعني متخيل ان انت مثلا انت رايح تمون 95، اتحط لك 95 على 80، فده هيسبب لك فعلا مشكله جدا في الموتور. طيب احنا ليه مشاكلنا اقل في الموضوع ده؟ اولا العربيه بتاعتنا بتمشي 92 و95، وده الحمد لله. العربيه بتاعتنا فيها شويه حاجات كده تديها اوبشن انها تستحمل شويه الضغوط، زي ان احنا الموتور البوكسر ده شويه كده في مقومات ان هو يتحمل شويه. طيب انا نفسي مش هتكلم على العربيات التانية، لكن هتكلم على العربية السوبارو بالاخص. لما بقى بتروح تمون في حتة تاني وبيكون بقى البنزين مغشوش بمية، وده اكبر مشكلة. احنا عارفين ان كثافة المية اعلى من البنزين، فاللي بيحصل ان المية دي لما بتنزل تحت والترومبة بتشفط من اقل نقطة في التانك عندي، طبعا لانها هي عايزة ان لما البنزين يخلص تقدر تجيب اخر البنزين بتاعك اللي عندك في العربيه، فبتشفط ميه. وده اللي بيحصل مشكله كبيره جدا، ان تدخل الميه دي على الموتور وفجاه تلاقي ان البوجيهات دي شربت ميه والعربيه بطلت منك فجاه. وانت ساعات ما بتدركش الموضوع ده، وتقعد تدور وتحاول تدويره كذا مره، وممكن ده يسبب ان انت تفقد الموتور بتاعك. فالمشكله بالنسبه لنا احنا حلها في حاجه واحده: يا ريت ما تمونش من بنزينه مش معروفه او بنزينه على طريق سفر، وتكون بنزينه تعاون. بنزينه، خدوا بالكم ان البنزينات اللي في السوق كلها عباره عن شركات بتشتري الاسم. يعني يجي واحد يقول للموبل انا هاخد منك اللي عندي حته كويسه ارض كويسه في مكان كويس على الطريق الصحراوي،
هاخدها واحط عليها موبيل. وفعلا ده اللي بيحصل. هل بقى الراجل ده عنده ضمير ولا ما عندوش ضمير؟ هي دي الفكره. وان هو لما يتعامل مع البنزين ده يحط نفس البنزين اللي بيجيله، هي دي الفكره. الفكره ان بعض الناس ما عندهمش ضمير، فهو عايز يكسب كتير وعايز يوصل لاكتر معدل للمكسب، فبيعمل ايه؟ يعمل الحلين اللي انا قلت عليهم. يا يغير في الاوكتين بتاع البنزين بتاعه، يخلط نوعين بنزين ببعض وده بيديله فرق في مكسب كويس، او يعمل ان البنزينه كانت بتتغسل او اي حاجه ونزلت ميه على البنزين. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي هي البنزينات اللي هي فعلا ما بتعملش صيانه لتنكاتها. يعني في بنزينات المشكله عندهم ان هم ما بيعملوش صيانه، هو مش عايز يكلف البنزينه انه يجي كل 3 4 اشهر يجيب حد يغسل له التنكات وينظف التنكات ويظبط الدنيا عنده. هو ما بيعملش كده، هو بيسيبها فتبقى في شوائب وفي رواسب، وانت حظك بقى لما تروح تاخد البنزين ده بعد ما عربيه البنزين تنزل البنزين فبيحصل تقليب وممكن تاخد شوائب كتير، او يكون البنزين قليل عنده جدا، فاول لما انت تمون تاخد كميه شوائب كتيره جدا، وده يدخل بقى على ترومبه يسدها، يدخل على الفلتر بتاع البنزين يسده، يقابلك مشاكل كتيره جدا. فناخد بالنا من ان احنا لما نروح نمون من بنزينه يا ريت نختار البنزينات اللي جوه المدينه، البنزينات اللي مشهوره، البنزينات اللي هي ما سمعناش عنها مشاكل. يعني برضو في بنزينات كده ناحيه مدينتي كتير جدا الناس بتتكلم انها عندها مشكله، مش عايز اقول اسم البنزينه بس هي ممكن تكون معروفه. البنزينه نفسها كل اللي بيروح عندها بيحصل له في الاغلب مشكله. فدايما نبعد عن البنزينات اللي بتعمل مشاكل، ويا ريت قبل ما اسافر اكون مفول عربيتي جامد جدا. واحلى حاجه في عربيتنا ان احنا التانك بتاعنا كبير، يعني احنا التانك بتاعنا بيشيل فوق ال 63 لتر، وده بيسهل ان انا اقدر اسافر مسافه طويله جدا بنفس التانك. فدايما افول قبل ما اسافر، ويا ريت يا ريت ان انا دايما قبل ما اوصل لنص التانك افول العربيه. ليه؟ لان ده بيخلي كميه البنزين ضغطه، فبتساعد على ترمبه البنزين انها ما تعملش مجهود. ما تصدقش حد يقول لك لا لو انت سبت حبه صغيرين في التانك هتلم الشوائب، لا هي بتلم اصلا من اخر نقطه. ولكن كل ما كترت البنزين جوه تانكي كل ما انا عملت ضغط ساعد الترمبه انها تدفع كميه بنزين مظبوطه للموتور. فكل ما انت مشيت بتانك البنزين في كميه معقوله تقدر تديك ضغط اكتر للترمبه، كل ده ما هيسهل على الترمبه انها تدفع بنزين للموتور اكتر واسهل. فدايما كل ما انت بتكتر كميه البنزين عندك انت وفرت على الترمبه مجهود كتير جدا هي كانت بتعمله لو حبه البنزين دولت قليلين.